النهارده هعرفكم ازاي بعمل الكيك الاسفنجي زي اللي بنشتريه من المحلات بالظبط. شفتوني كتير بزين الكيك وسالتوني كتير ازاي بعمل الكيك ويطلع معايا طري وهش جدا، وهعرفكم ايه هو المحسن الجل اللي دايما تسمعوا عنه في الفيديوهات، وهل هو فعلا ضار ولا لا، او هو ضروري في الكيك او ممكن نستغنى عنه في الوصفه. انا متاكده انكم عاوزين تعرفوا الاجابه عن الاسئله دي ومتحمسين جدا للكيك اللي دايما تحبوه في الفيديوهات اللي انا بعملها. اول حاجه هنحضر المكونات وتكون كلها بحراره المطبخ. هنحتاج 6 بيضات يكونوا كبار او متوسطين، وكوبايه وربع من السكر، وفانيليا سائله او فانيليا بودره. استخدموا المتوفر عندكم، بس السائله بتدي نكهه اقوى. معلقه كبيره من محسن الجل 30 جرام، وده شكل المحسن الجل او المكسوف. دول المغرب العربي بنشتريه في اكياس كده، او ممكن نشتريه فرط من محل مستلزمات الحلويات. طيب المحسن ضار فعلا؟ صراحه في ابحاث كتير مختلفه، لكن اتفقنا كلنا على حاجه: لو في ماده برومات البوتاسيوم فهو فعلا ضار، لان الماده دي ضاره بالصحه. ولكن في ابحاث تانية بتقول ان في انزيمات ومواد منعمه بتضيف على الجلوتين اللي هو موجود في الدقيق صفات معينه، فبتحول الخليط للون ده او للقوام ده، والمواد دي طبيعيه. انا عاوز اعرف رايكم في التعليقات. هو لو فعلا ضار كانت وزاره الصحه صرحت بيه للمحلات او المصانع او المحلات الكبيره، فانا عاوز اعرف رايكم علشان نستفاد. طيب بعد ما حضرنا المكونات هنبدا بقى في طريقه اعداد الكيك. اول حاجه هنحط السكر، البيض، المحسن، وهنخفقهم على اعلى سرعه لمده 10 دقائق بالمضرب الكهربائي او العجانه لحد ما القوام يوصل معاكم للون الابيض التقيل. طيب السؤال التاني: هو ضروري في كل كيك اسفنجي بنعمله؟ اكيد لا. في انواع كتير من الكيك زي فصل الصفار والبيض الكامل، والثلاثه دول انا معتمداهم في شغلي، يعني مش معتمده بس طريقه المحسن. لكن المبتدئين برشح لهم الكيك ده لانه فعلا بينجح معاكم من اول مره لو التزمتوا بالخطوات. وده شكل الخليط بعد ما انخفق لمده 5 دقائق على اعلى سرعه. بتحسوا ان القوام بدا يتقل معاكم، لكن بيكون في الجوانب كده صفار بيض بيكون لونه اصفر شويه، فلازم نجيب الاسباتيولا ونقلبها من فوق لتحت كده علشان خاطر كل حاجه تتقلب. انا ريحت المضرب صراحه 5 دقائق عشان الموتور سخن شويه، وبعد كده شغلت المضرب تاني. طبعا الطريقه دي مش بنعملها في كل الطرق، لا، طريقه المحسن بس اللي نقدر نوقف فيها المضرب. المهم بفضل اقلب فيها من الجنب علشان خاطر كل الصفار وكل البيض اللي هو ما اتقلبش كويس. وده الشكل النهائي. الخليط الكيك بتاعنا بيكون لونه ابيض فاتح وبيكون سميك شويه. لو طلع معاكم سائل يبقى اتاكدوا ان المحسن الجل بتاعكم بايظ وهيطلع الكيكه 100% مكتومه. بعد كده هنحضر المكونات الجافه. هنحط كوبايتين وربع من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ورشه من الملح، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر اللي هي معلقه الطعام. انا استخدمت المعلقه المعياريه، حطيت معلقه الا ربع لان وزنها بيكون كبير شويه عن المعلقه العاديه، يعني وزنها 6 جرام بيكنج باودر. والمكونات هكتبها لكم بالكوب والجرام تحت في صندوق الوصف. بعد ما قلبنا المكونات الجافه مع بعض بننخل نص ساعه على الخليط اللي احنا حضرناه، وبنقلبه بالراحه جدا على سرعه هاديه في الاول علشان الدقيق ما يطرش في كل مكان. طيب ممكن تسالوني ازاي ندى نتاكد ان المحسن الجل بتاعنا مش بايظ ويكون حلو؟ لما تشتروه شفاف زي الفازلين بالظبط. لو جبتوا لونه ابيض غامق كده يعني يكون مش شفاف، يعني لونه بيكون ابيض شويه، انصحكم ما تشتروش حاجه زي كده. سؤال تاني: طيب انا يا ندى عندي كل المكونات ومش متوفر عندي المحسن، ينفع استخدم بقى كل المكونات واستغنى عن المحسن خالص في الوصفه؟ هو ينفع، يعني هتحطوا البيض مع السكر ما عدا المحسن في الاول وتخفقوهم مع بعض. بعد كده هتحطوا المواد الجافه، بس مش هنقلب بقى بالمضرب، لا هنقلب بالمضرب اليدوي. فاهمين الطريقه دي اللي هي عشان نحافظ على الهواء؟ هي عاوزه شرح عملي، فانصحكم ما تعملوش كده غير لما اعمل لكم فيديو ان شاء الله. الخطوه اللي احنا فيها دلوقتي: اول دفعه حطيناها من الدقيق وقلبناها كويس بالمضرب، حطيت الدفعه الثانيه من الدقيق، بعد كده حطيت الميه وقلبتهم زي ما انتم شايفين كده. الخليط بقى مظبوط معاكم، هو بيكون بنفس القوام ده، يعني الدقيق بنحطه على مرتين واخر حاجه الميه علشان تظبط معاكم القوام. بالنسبه لنوع الدقيق اللي انا استخدمته، انا ما استخدمتش دقيق سبونج جاهز، انا استخدمت دقيق عادي اللي هو متعدد الاستخدامات او دقيق خاص للكيك. بعد كده هنحضر الصواني بقى. في الوقت اللي احنا بنحضر فيه وبنحط ورق الزبده وندهن كده، نكون مشغلين الفرن على اعلى حراره لحد ما يوصل للدرجه المطلوبه. جبت صينيتين مقاس 22 وهحط فيهم الخليط على مرتين. ده اسهل لي في الخبز وبيخلي عمليه الخبز سريعه جدا. ممكن تحطوها في صينيه واحده مقاس 22 بس ارتفاعها يكون عالي عشان تطلع معاكم مرتفعه، وهكتب لكم الاحجام اللي تنفع للخليط. بعد كده هدخلها الفرن
الفرن على حرارة 180 اللي هي بتكون وسط، يعني ما بتكونش هادية ولا عالية عشان الكيك ما ينحرقش او يهبط معاكم او يطلع ني. بتاخد من 30 ل 35 دقيقة. ممكن نشغل الشواية اخر 5 دقايق عشان بس تاخد تشميعة من فوق، او المروحة لو شغالة عندكم ما تشغلوش الشواية. اول ما الكيك بيستوي معايا بضف الفرن وافتح الباب، حاجة بسيطة جدا لمدة 5 دقايق، وبعد كده بطلعها بسيبها تبرد واشيل منها ورقة الزبدة، وبعد كده اسيبها من 4 ليوم كامل عشان خاطر ابدا اقطع فيها، ودي انسب حاجة. ولو ملاحظين الكيك من فوق مش معجن ومش هابط ومش هيحصل له اي حاجة طالما التسوية بتاعتي مظبوطة 100%، ونسبة 100% بتفشل معاكم الكيك بسبب ان درجة حرارة الفرن بتاعتكم مش مظبوطة. الغلط مش في المكونات ولا فيكم. كتير بتسألوني الكيك بيطلع معاكم مفتفت وكده لما بتيجوا تقطعوه بيتقطع منكم. اول حاجة الكيك مش بنقطعه وهو سخن، لازم يكون بارد على الاقل 4 ساعات او بنشتغل فيه تاني يوم، ده اهم حاجة. او كمية الدقيق اللي انتوا ضفتوها قليلة شوية عن المقدار اللي احنا بنقول عليه مثلا في الوصفة اللي انتوا بتاخدوها، فبتطلع كمية السوائل كبيرة وكمية الدقيق قليل، فبتكون الانسجة مش مترابطة شوية، فبالتالي الكيك هيطلع معاكم مفرول وبيتقطع منكم. فاهم حاجة تظبطوا المكونات وان شاء الله تطلع معاكم ناجحة من اول مرة. تقطيع الكيك بقى زي ما بقطعه كده في الفيديوهات، انا بقطعه تاني يوم او لما يبرد 5 ساعات كده. بجيب السكينة المشرشرة، ما ينفعش السكينة العادية، واحدد كده السمك اللي انا عاوزاه، وبعد كده بمشي في اتجاه واحد، وهو ده بيكون الشكل من جوه مفيهوش فراغات، طري جدا وهش. في طريقة تانية بعضكم رشحها لي ان انا استخدم الخيط في قطع الكيك، والطريقة ديت صراحة انا مش بحبها وهقول لكم ليه دلوقتي. المهم حددت سمك الكيك بتاعنا وحطيت الخيط وبعد كده قطعته كده. هي الطريقة دي ممكن عادي تعملوها للي مش متوفر عنده السكينة المشرشرة، انسب حاجة ليكم. لكن بصوا في الداخل كده بتطلع لكم الشكل مخرفش شوية، مش بتكون الحاجة بيرفكت. فهمتوا ازاي؟ فاهم حاجة تستخدموا اي حاجة متوفرة عندكم، مش لازما يعني السكينة. وبس كده. اتمنى بجد من كل قلبي تكونوا حبيتوا الكيكة، وعاوزة اشوف رأيكم كده في الكومنت، واتمنى تشاركوا الطريقة لاصحابكم وتدعموا الفيديو بلايك عشان بجد انا بتعب فيه ومش بلاقي فيه دعم منكم. اكيد اتحمستوا معايا عشان تشوفوا الديزاين النهائي للكيك بتاعنا، هينزل لكم ان شاء الله قريب. اتمنى من كل قلبي تحطوا لايك لو حبيتوا الفيديو، تشتركوا في القناة. اشوفكم على خير. باي باي.